عسلامة ومرحبا بكم. رجعت لكم تحلية رمضانية صحية 100% كنافة بنة على بنة. عملتها بالعسل الطبيعي وعملتها بنكهة البوفريوة والبخاليني. نشوفوا مع بعضنا الطريقة. وعملت معاهم زيادة دي فيغين بنكهة البسبوسة ونكهة الزهر بنة على بنة. هذه حاجة جديدة احنا مستنسين نعملوها بالسمسة وإلا بسوابع البريك المحشية بالفاكهة، وين عملتها بالبسبوسة. نشوف مع بعضنا الطريقة. أول حاجة باش نبدأ بها بطريقة الكنافة. دونك عندي 250 جرام كنافة، باش ناخذ عليهم 125 جرام زبدة بين زبدة وسميد سامحوني قلت سميد بين زبدة وسمن. دونك باش نذوبهم وباش ناخذ الكنافة نتاعي ونرحيها في الرحاي نتاعي. سينو تنجموا تقصوها بالمقص حتى تولي بالطريقة هذه. نضيف عليها هذيك الزبدة والسمن اللي ذوبتهم مع بعضهم ونحركهم مليح حتى نتحصلوا على كل كعبة تبدا فيها الزبدة. لهنا باش ناخذ المول نتاعي. انا اخترت باش نعمل مول انديفيديال بالطريقه هذه. تنجموا تعملوا طبق معناها تبدا طبق كامل. باش نحط الطبقه الاولى نتاع الكنافه وننزل عليها مليح بكاس ولا باي حاجه عندكم، وندخلها للفور حتى لين هكا نحسها تحمرت شويه، مش برشا، جيست هكا دوبه ما تاخذ لون الدوغي. لهنا باش نحضر الكريم نتاعي. عندي كاس حليب، عندي زوز مغارف نشا، زوز مغارف كريم فريش، حطيت الحليب وزوز مغارف نشا، حطيت العسل الطبيعي، تنجموا تعوضوه بالسكر باش نخليهم على الغاز حتى لين تولي كريمه معانا. ومن بعد باش نضيف لها زوز مغارف كريم فريش عاقده، باش نضيف لها كيف زوز مغارف عطرشيه للنكهه، ونخلطها حتى لين تولي بالطريقه هذه. لهنا الكنافه نتاعي بعد ما طابت الطبقه الاولى باش نجيب هذيك الكريمه ونفخسي بها الكعيبه الكنافه نتاعي. باش نحط شويه نوازيت كونكاسي، باش نحط شويه بخاليني، نجموا تعوضوه باي نكهه تحبوا عليها انتوما. ونعاود نسكرهم بالكنافه ونحاول نضغط عليهم بشويه مش برشا باش هذيك الكريمه نتاعكم ما تخرجش، ونرجع ندخلهم للفور. وهكايا الكنافه نتاعي حضرت. انا باش نسقيهم بالعسل الطبيعي، تنجموا تسقيهم بالشحور. الشحور عباره على كاس سكر عليهم زوز كيسان سكر، عليهم كاس ماء وشويه عطرشيه تخليهم يغليو. لهنا خلطت العسل نتاعي بشويه عطرشيه وحركتهم مليح وباش نسقي بهم كما قلت لكم الكنافه. وهذه هي كانت الريسيت نتاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها. وتوا نتعداو للتحليه الثانيه اللي هي عباره على كؤوس تحليه نقولوا لها الزريقه. عملتها انا اليوم بالبسبوسه. دونك اول حاجه لهنا باش نحط 500 مليلتر حليب، حطيت باكو سكر فاني وحطيت باكو كريم باكسيات من نكهه البنان وخطيتهم على الغاز حتى لين ولات عندي كريمه عاقده. ضفت لها بعد ما طابت مغرفه كبيره زبده وحركتها مليح. لهنا حطيت الكريمه، حطيت البسبوسه بعد ما فتفتها كما شفتوا، ونحط طبقه بطبقه حتى لين نكمل الطبقات الكل. حطيت شويه فاكهه وفي الاخر زينت بشويه كريم شانتيي، وانتم زينوا باللي تحبوا. اما راهي جات بنه على بنه بنكهه البنان، الكريمه بنكهه البنان، بنه مش عاديه. وهكذا زينتها بالطريقه هذه وحطيت جبنه بسبوسه من فوق. ان شاء الله تكون عجبتكم الغوصات وتجربوها. شهيه طيبه للناس الكل وبسلامه. ما تنساوش باش تعملوا جيم وبارتاج.